أنا خذلت، تقدموا علي فلن ألحق بهم. ماذا عساي أن أفعل؟ ماذا عساي أن أصنع؟ هل هناك أمل أم انتهى المطاف؟ يا رب أجبني. يأتيك صدى من بعيد، يخاطبك، يكلمك ويقول لك مرحبا. رسائل الله لا تنتهي، فانصت جيدا، فأنا وأنت اليوم على طاولة اللعب بالنار، على طاولة حبس الأنفاس، فيا مرحبا يا مرحبا. قد تعيش اليوم أصعب ظروف حياتك، تظن أن هذه الأيام لن تنتهي، لن تمر. كيف تمر وأنا مرهق بين أوراقي وتعبي؟ كيف تمر والناس من حولي يتسابقون وأنا جثة هامدة لا شغفا يدفعني ولا أمل؟ اصبر، اصبر ودعهم يتسابقون، دعهم يتقدمون، ولكن قف لحظة مع نفسك، قف دقيقة مع روحك، وجها لوجه مع مخاوفك. هل أنت الشخص الذي تريد أن تكون؟ هل هذه الحياة التي تطمح لها؟ هل ساعتين دراسة كافية في يومك؟ هكذا برأيك ستصنع أمجادك وتحقق غايتك؟ بالله عليك كن صريحا مع نفسك، كن جريئا لمرة واحدة في حياتك وجاوب بصدق، هل أنت في الوضع الذي تريد أم لا؟ عن نفسي كلا، كلا لا، أنا أطمح للمزيد، كلنا نطمح للمزيد. والسر الذي قام عليه هذا الفيديو يقول لك الأمر كله بيديك. نعم كله بيديك، فأنت من تحدد. سأقضي يومي في العمل أم سأذهب للنوم؟ سأتعب وأتغير وأتحول أم سأرمي على نفسي اللوم؟ سأستيقظ في 7 أم في 10؟ سيكون يومي رابحا أم دقائقي خاسرة؟ هل سأكون ما أريد أم سأعمل لأحقق غاية غيري؟ كل شيء في حياتك أنت من تحدده، لا أنا ولا رفيقك ولا أهلك، وحدك فقط، وحدك، وفي كل ثانية تختار خيارك الخاص. فبالله عليك كن صادقا معي، لما لا تختار الصدارة؟ لما لا تختار الخيار الصحيح؟ لما لا تقرر أن تعيش أفضل نسخة من نفسك؟ لما بالله عليك؟ ببساطة لأن في الطبع البشري يتعشش الخوف من المحاولة، من التجربة، من مغادرة منطقة الراحة. ولكن صدقني من أخ لك وخير تصديق، لن تحقق ما ترجو إلا عندما تقرر أن تكون شخصك المثالي، تقرر بنفسك أن تترك له هناك متسع فيما بعد له، تقرر أن تترك ضياع الوقت وتسعى نحو هدفك، نحو حلمك، أن تقرر أن تختار طريق السهر والعمل والنشاط، تقرر أن تحذف تطبيقات التسلية وتتمسك بحبال حلمك. فإن كانت رحلتنا رحلة واحدة، لما لا نجعلها رحلة للتاريخ؟ لما نرضى التهميش وقد خلقنا أحرارا كبار؟ أعود الآن إلى سر هذا الفيديو وأقوله لك الأمر كله بيديك، ولك أن تتخيل عظمة المقولة الأمر بيدك. هل ستغلق هذا الفيديو وتتجه إلى طاولتك الآن في هذه اللحظة، تتعب وتنجز وتكرر وتسهر وتجرب، أم ستكمل إلى الفيديو التالي؟ الأمر كله بيديك.